قبل ما ابدا عايزه اقول ان الفيديو ده مش للبنات المخضرمه في السكين كير، الفيديو ده موجه للبنات الصغيره المبتدئه اللي مش عارفه هي هتشتري ايه، لان هم بيتفرجوا على فيديوز كتيره جدا جدا وبيتوهوا وفي الاخر بيحتاروا. طب انا دلوقتي اشتري ايه؟ انا هقولك النهارده لو انت مشكلتك كذا روحي اشتري المنتج الفلاني على طول، من عصاره تجربتي ومن الحاجات اللي بجد جابت معايا نتيجه. وعايزه اقولك كمان ان مش بس كده، انا عامله لك الفيديو اللي فات على طول وهسيب لك اللينك في صندوق الوصف، فيديو بقولك تشتري ايه للبشره والشعر والجسم، وبقولك ترشيح لمنتجات، وعملت لك روتين بالظبط امشي عليه مهما كان ايه نوع بشرتك، مهما كان ايه نوع شعرك، مهما كان ايه مشكله جسمك، هتلاقي روتين ليكي. وفي الفيديو الجاي كمان هعمل لك فيديو موجه للمكياج، روحي اشتري الحاجه الفلانيه. النهارده هقول لك كمان المنتج سعره وهكتب لك اسمه وتشتريه منين، فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. هبدا باول منتج وده موجه للناس اللي عندها فرط تعرق، بتعرق كتير جدا وعايزه ديودرنت يكون بجد بيجيب نتيجه. قبل ما اقول ايه المنتج عايزه اقول حاجه مهمه جدا وابوس ايديكم اسمعوني، مفيش حاجه اسمها ان منتج معين بنسبه كبيره هو اللي عمل لك كلاكيع تحت باطك، ده جايز يكون بيحصل بس مش ده دايما السبب، مش المنتج دايما هو السبب. ايه اسباب ممكن تعمل لك كلاكيع؟ اولا ان انت مش بتنضفي المنطقه بتاعه الاندر ارم كويس، لان انت بتراكمي بواقي منتجات كتير، سواء بقى بتحطي منتجات تفتيح، بتحطي مرطب، بتحطي كل شويه مزيلات عرق بتكوميها فوق بعض. احكمي على المنتج ان هو عمل لك كلاكيع لو انت عملتي كل اللي عليكي، نضفتي وعملتي سكراب وبترطبي وبتشيلي الشعر، كل حاجه عملتيها تمام، ساعتها قولي ان المنتج وحش. المنتج بقى اللي انا هرشحه لك واللي بجد هو حلو جدا ومناسب للناس اللي فعلا بتعرق جامد هو الليدي سبيد ستيك. انا ليه عملت المقدمه الكبيره اللي في الاول؟ عشان في ناس بتقعد تقول احنا طلع لنا كلاكيع وطلع لنا مش عارف ايه. المنتج ده لو في عيب واحد هيكون ان هو فعلا اوريدي لما تيجي تحطيه بيحتاج وقت على ما بينشف شويه، لان هو بيعمل زي رواسب كده من المنتج نفسها لانه ستيك، فممكن تعلق في الهدوم، ومع الوقت لو انت راكمتي الرواسب دي تحت باطك هتعمل لك حبوب وتعمل لك كلاكيع تحت باطك. دي حاجه مهمه عايزه اقولها، لكن هو كمنتج ما فيهوش ولا غلطه بالنسبه للعرق، وتاكدي ان هو الاصلي كمان هو مش مقاطعه، فامان ومعان. خليني بقى اتكلم عن المنتج التاني. هو راح فين؟ انا سبته فين؟ عشان كده ما بحبش اعمل تكويمه منتجات جنبي. ثانيه واحده هجيبه لكم. انا نسيت اقول لكم على فكره ده بنجيبه منين. ده ممكن تشتريه من سمير ويليام، ممكن تشتريه من على نون، ممكن تشتريه من اي محل تجميل بس يكون كبير شويه، يعني المحلات مثلا بتاعت وسط البلد اللي تحسوا شكلها نظيف شويه دي ممكن تشتروا منها. ولو لقيتي محل في مصر الجديده مدينه نصر ولقيتي اغلب الحاجات اللي عنده اوريجينال وانت عارفه تقيمي انها اوريجينال ولا لا اشتريها. انا اصلا كنت عامله لكم فيديو كامل بتكلم فيه انا بشتري حاجتي منين، هسيب لكم اللينك. طيب سعرها كام؟ بصوا على حسب، هي منها كذا حجم، يعني دي طويله وفي واحده كمان اقصر شويه، بس هي دلوقتي سعرها وصل حوالي مثلا 170 جنيه. اوفرول كانت كويسه. خلينا بقى ندخل في المنتج التاني اللي انا كنت بدور عليه، وده مخصص للناس اللي عندها تساقط في الشعر، الناس اللي عايزه تطول شعرها، الناس اللي عندها فراغات محتاجه تنبت شعرها، ولو اني مش بأجزم ان هو بينبت، بس اقدر اقول لك انه حلو للتساقط وحلو جدا لو انت عايزه تطولي شعرك وتخلي شعرك صحي. الزيت بتاع معجزه، دي مش اول مره اكلمكم عليه، وعملت فيديو مخصوص انا بعمل شعري كيرلي معاكم من اول خطوه لاخر خطوه، هسيب لكم لينك الفيديو ده، بجد هينفعكم جدا واستخدمته معاكم، وعايزه اقول لكم ان هو خلص اساسا. معايا دلوقتي منه علبه كمان هكمل عليها. طيب ده بنشتريه منين؟ هسيب لكم البيج اللي انا بشتريه من عندها، ده غير ان هو سعره يعتبر كويس بالنسبه ومقارنه بالزيوت المنتشره، سعره كان 300 جنيه، وهو مش عايزه ابالغ واقول ان هو بديل بقى لزيت ميل ومش عارفه ايه والكلام ده، عشان كده هبقى بافور، خصوصا ان انا ما جربتش ميل اصلا، بس انا اقدر اقول ان انا شفت منه نتيجه وهو يستاهل الفلوس، ده غير ان حجمه وكميته كويسه جدا. بالنسبه بقى للهالات السوداء، وعايزه اقول لكم انا جربت كميه كريمات للعين بشعه بشعه بجد، وبجد ده الحاجه الوحيده، مش هقول ان انا اللي بقول ان انا شفت نتيجه، لا هقول لكم ان انتوا اللي قلتوا لي على النتيجه. طب قلتوا ده امتى وفين؟ في الفيديو اللي عملت لكم فيه الميك اب بتاعي اللي انا بعمله في الصيف اللي بيبقى ضد العرق ضد النار ده، وبجد جالي كومنتس ان انا فعلا تحت عيني بقى منور. فالحاجه اللي غيرت فعلا في الكل ده كان الكريم بتاع بايونكس
بجد كان كويس. انا قلت لكم اصلا اكتر من مره ان انا هجربه واقول لكم النتيجه، وفعلا هو مديني نتيجه حلوه. بس عايزه الفت نظركم لحاجه، انا ما عنديش هالات وراثيه، ما عنديش تجويف تحت عيني الحمد لله. مؤخرا بقيت بنام كويس، ودي حاجه برضه انا متاكده انها ساعدت مع الكريم. ف انا من ناحيتي برشح لكم ده ممكن تشتروه من على صفحتهم الشخصيه، اكتبوا بايونكس، هسيب لكم الاسماء زي ما قلت لكم في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه موجود على نون. سعره كان 300 وحاجه، فكمان هو طبي، فبالنسبه لي انا كان ممتاز. شوفوا برضو ريفيوز لناس تانية قبل ما تشتروه. الحاجه اللي بعد كده بقى، وده للناس اللي عندها تشققات في شفايفها، حاولت اختار منتج يكون سهل تجيبوه، لان انا رشحت لكم اكتر من منتج قبل كده ما كنتوش عارفين تشتروه. بيز لاين، هي بس مرهقه شويه عشان انا نسفتها. لونها اصفر اللي بشمع العسل، هي خلاص على اخرها خلصت، لا خير في ريحتها ولا خير في طعمها، الاتنين وحشين جدا. بس خليني اقول ان دي بجد مع الاستخدام بتعالج الشفايف. استخدميها كل يوم بالليل، انا كنت بستخدمها مرتين 3 في اليوم اصلا، كانت حلوه جدا وبتعالج بجد. حتى لو هي بتطول شويه ممكن تاخد معاكي يومين 3 4 كده، طولي بالك، بس اوفرول هتلاقي نتيجه بصراحه كويسه، وتنفع كمان تستخدميها تحت الليب جلوس او الروج بتاعك او ايا كان يعني تستخدميه، هتكون حلوه. دي بقى سهله، بتشتروها من الصيدليات، بتشتروها اونلاين. بيز لاين منتشره في كل حته. الناس اللي عندها خطوط تعبيريه، الناس اللي عندها تقدم في العمر وعايزه تلحقه، الناس اللي عندها حبوب، الناس اللي عندها عايزه تفتح، عايزه تعمل ايا كان، هو منتج واحد هرشحهولك، بس استخدميه صح، لانك لو استخدمتيه غلط خلاص على طول نتيجه عكسيه، دمرتي بشرتك. الاكراتين او اي كريم تقشير، انا اللي استخدمته وبحبه الاكراتين، ده تركيزه نص. وخدوا بالكم انا كنت عامله لكم فيديو كامل ازاي نستخدمه صح، عشان انا مش مسؤوله عن اي حد استخدمه غلط وعمل له نتائج عكسيه. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي انا قلت لكم ازاي بستخدمه، وجربوه لانه بجد حلو، خصوصا كمان في الصيف هيبقى معاكي كويس قوي. مش زي الشتاء، لان في الشتاء البشره بتنشف، فالتقشير بيبقى بيخلي الوش مقشر قوي كده، بس في الصيف هيبقى حلو. لكن لازم نلتزم بالصن بلوك، ده ما فيهوش جدال، والا بشرتك هتتدمر. انا كنت عامله لكم طبعا في الفيديو اللي فات اللي برشح لكم فيه منتجات، قلت لكم على ترشيح لصن بلوك، فمش هنقعد نهري فيه دلوقتي. خليني بقى اتكلم شويه عن حاجه، بس هي مش علاجيه، هي علاج، مش علاج، هي حاجه موضعيه هتأثر معاكي برضو في حتة الخطوط التعبيرية، وتأثر معاكي في حتة اللي هو ايه، تخلي البشرة شكلها ناعم. مش أول مرة اتكلم عليه، هو الإيفا كولاجين كريم، وده شكله الجديد، لأن هو كان ليه شكل قديم، بس ده الشكل الجديد اللي موجود دلوقتي. ده طبعا سهل، إيفا موجودة في كل حتة وليهم ويب سايت أصلا. سعره وصل كام للأمانة أنا مش عارفة، بس روحوا شوفوا على الويب سايت على طول. ده بتحطيه على بشرتك سواء بتحطي ميك اب او لا، بس لو مش هتحطي مكياج لازم ان انت تحطي بعده لوز باودر، لان شويه ممكن تحسي ان هو بيخلي البشره كانها مبلوله كده، مش مبلوله بس مش مات يعني. لكن اوفرول هو كان كويس، بحب استخدمه كانه بديل للبرايمر. نتكلم بقى على شويه بقى السيرمز وكل مشكله وعلاجها من المنتجات اللي انا نفعت معايا، انا عماله اجمعها لكم اهو. بصوا بقى، لو انت عايزه منتج يفتح بشرتك، خليني اقول تفتيحه حلو وسريع. لسه هقول حاجه بديله اسرع اكتر، بس اللي هرشحه دلوقتي هو امن حتى كمان للمبتدئين او للي سنهم صغير او اللي لسه اول مره يتعرضوا للسيرم عموما. السيرم بتاع بايونكس اللي هو النايت سيرم، ده شكله. لو عايزه تفتيح خليكي في ده خليه في روتينك، سواء عايزه حاجه تفتح او حتى قوقايه من ان انتي تسمري. ده كان على طول معايا في المصيف، بصوا هو خلص اساسا، هو لحد هنا دلوقتي، تحفه وحبيته. ده كان سعره تقريبا 300 وحاجه او 400 وحاجه، بس ثمنه فيه، حبيته. الميزه فيه زي ما قلت لكم ان هو امان، يعني مناسب للناس حتى اللي بشرتها حساسه، بس زي ما قلت لكم كذا مره قبل كده ما بنحطش وراه حاجه قوامها جل كمرطب، لا بنحط حاجه قوامها كريم عشان ما يفرولش. فده من الحاجات اللي برشحها. الحاجه بقى اللي بعد كده، وده للناس اللي بشرتها هتستحمل، الناس اللي بقالها كتير بتستخدم سكين كير وعايزين حاجه تدي نتيجه سريعه للتفتيح، للتقشير، للبشره، للجسم، لكل حته. وكنت عامله له فيديو مخصوص بقول لكم عن كل الاستخدامات المنتشره ليه وهل هي حقيقيه ولا لا. هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. وهو الدي اوردينري جلايكوليك اسيد، هو ليه بديل مصري انا قلته في الفيديو،
اللي هو بتاع الجلايكوليك اسيد ازاي بستخدمه كده، بس انا عشان عارفه ان انتوا عايزين هنا منتج في الجون على طول على طول دي اوردينري. هل هو مقاطعه او لا؟ هو الناس بتقول مقاطعه، بس انا ما شفتش اي حاجه بتقول انه مقاطعه. لكن هو في مشكلتين تانيين خالص، ان هو غالي جدا وحجمه كويس بس سعره غالي بصراحه. يعني العلبه هو منه علبتين، علبه صغيره وعلبه كبيره. العلبه الصغيره دي واصله دلوقتي 700 800 جنيه، ده لو ما كانش اكتر يعني. بس هو من الاخر في الجون على طول كده، استخدميه لبشرتك، استخدميه لجسمك، تفتيح، تقشير، اي حاجه هو دايس. ف مش عارفه يعني، حاولوا كمان اهم حاجه ان انتوا تجيبوه اوريجينال، لان هو كمان مضروب ودي مشكله تانية خالص. الحاجه بقى اللي بعد كده للناس اللي محتاجه حاجه للاكسده، مضاده للاكسده، عندي اختيارين. سيرم فيتامين سي بتاع ايفا مش مناسب قوي للناس اللي بتتحسس من الروايح، لان هو ممكن يطلع لهم كمان حبوب، لان هو فيه ريحه كحول زياده. بس خليني اقول لك ان سيرم ايفا ده بجد بيفتح البشره. مش هقدر اجزم ان هو 100% بيعمل حاجه في الاكسده، بس خليني اقول لك ان هو بديل ارخص للحاجه اللي هتكلم عليها بعد كده، لان النوع اللي فعلا بيفرق في الاكسده غالي قوي. بس ده لا، هو اختيار كويس لو انت عايزه فيتامين سي للاكسده، للتفتيح، لتغذيه البشره عموما، كويس. نسبه الاسكوربيك اسيد اللي فيه حلوه دي، عشان كده بقول لكم عليه. ده غير ان هو تقدري تشتريه بسهوله، سعره مش مكمل ال 200 جنيه، فاختيار حلو قوي. الحاجه بقى اللي بجد في الجون بالنسبه لموضوع الاكسده هو الكيو 10 سيرم. ده من ذا انكي ليست، صغنن جدا، غالي جدا، دلوقتي معدي 500 جنيه بس في الجون. تقدري تستخدميه صبح وليل. بحطه قبل الميك اب بتاعي، بيخلي المكياج ما يأكسدش بسهوله. بس هو برده فيه ستيل مشكله، ان هو مش بيعالج الاكسده، لان الاكسده مش حاجه بتتعالج اصلا، لكن هو بنحطه يخلي البشره ما تأكسدش لاطول فتره ممكنه، لانه مضاد للاكسده. ده شكله اسمه كيو 10 اهو، عشان لو هتاخدوا سكرين شوت او حاجه. في الجون بصراحه مش اول مره برده اكلمكم عليه. الحاجه بقى اللي بعد كده، لو انت عايزه هيلورونيك اسيد حلو باستخدامات الهيلورونيك اسيد بقى كلها، سواء للشفايف او لبشرتك ايا كان، اليزافيكا على طول بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تجربيها. وكنت عامله لكم فيديو كامل بشرح فيه كل حاجه عن الهيلورونيك اسيد، وعملت مقارنه بين انواع كتير هيلورونيك اسيد. ده غير كده كمان ان كنت عامله لكم فيديو كامل على كل المنتجات الكوري اللي جربتها وبحبها، والمنتجات الكوري اللي جربتها وما بحبهاش. هسيب لكم لينكات كل الفيديوز دي. لو انت بقى عندك حبوب، عندك افراز زيوت زياده، نياسيامايد على طول على طول ايفا، مش اول مره اصلا اكلمكم عليه. خلينا بقى نتكلم شويه عن حاجات تانية تخص الجسم. كربوميد النوع اللي معايا ده ريحته حلوه، باين اصلا ان انا واكلاه. ده هتستخدميه لما تكوني عايزه ترطبي المناطق الحساسه، وتكوني عايزه حاجه لجلد الوزه كوقايه وكعلاج. بس طولي بالك، هو مشكلته ان حجمه صغنن، بس هو بصراحه في الجون يعني بحبه جدا جدا جدا. ترطيبه تقيل وحلو، في نفس الوقت مش بيخليكي مدهنينه اكتر حاجه يعني. نيجي بقى للناس اللي عندها حبوب في جسمها او وشها، غسول ستورفل مضاد للبكتيريا تحفه. تقدري كمان تغسلي بيه الاندر ارم لو انت طلع لك كلكيعه او خايفه يطلع لك كلاكيع. من الاخر في الجون بالنسبه لي وحلو قوي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وفهمتوا تشتروا ايه، اللي هو مشكلتك اهي حلها اهو. رشحوا الفيديو ده لكل اصحابكم اللي بيدوروا على حاجه ومش عارفين ومحتارين، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وفولو كل الحاجات اللذيذه دي. وشوفوا الفيديو اللي فات اللي قلت لكم فيه ترشيح للروتين للبشره والشعر والجسم بمنتجات، والفيديو اللي جاي هيبقى ترشيح للميك اب. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.